مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، وبكرر مع حضراتكم التحيه، ومعانا ضيفنا وضيفكم دكتور احمد الجنزوري نقيب اطباء محافظه كفر الشيخ. دكتور احمد، وجودك هنا بيمثل ايه اولا؟ اول ما جت الدعوه لحضور دار يعني الافتتاح دار الضيافه دي، كنت حريص ان انا لازم اجي النهارده اتفرج الدنيا فيها ايه. طبعا انا سعيد جدا باللي انا شايفه دورين سكن على اعلى مستوى. أأمن من ربنا إن دي تبقى نواة كده، إن إحنا نعمل حاجة بقدر وقيمة مستشفى أورام كفر الشيخ، إن يبقى في بدل الغرفة والاثنين والثلاثة وعشرة، يعني حاجة تغطي كل احتياجات أهالينا، حجم المستشفى. بحجم المستشفى وكل احتياجات أهالينا من عندهم مرضى أورام ومش عارفين يقيموا في مدينة كفر الشيخ. احنا النهارده بنقول لهم مرحبا بكم في مدينه كفر الشيخ في وسط اهلكم، وبشكر القائمين على الجمعيه. وان شاء الله بالشكل اللي انا شايفه ده الجاي احسن بكتير باذن الله. شكرا. خصوصا مركز رعايه الاورام بمحافظه كفر الشيخ، مركز له ثقل في الدلتا بصفه خاصه، ويمكن على مستوى الجمهوريه، لانه مجهز بتجهيزات عاليه جدا. طبعا، امال ايه. تاني حاجه برضو الجمعيه ليها ايد كبيره النهارده ان معهد الاورام ده يشوف النور. يعني الجمعيه دي مش بتاعه النهارده ولا امبارح، ده بقى لها فتره طويله جدا، والناس القائمه عليها ناس مخلصه و عملهم لوجه الله. وعشان كده احنا برضو معهد الاورام ده شفنا النهارده معهد الاورام في محافظه كفر الشيخ ومدينه كفر الشيخ. دكتور احمد الجنزوري نقيب اطباء محافظه كفر الشيخ، شكرا لحضرتك، وكان لقاء سعيد معانا. واخيرا هتقول لمجلس الاداره ايه؟ مستنيين منكم اكتر من كده.